In a related news development, more states are still continuing to express rejection of the UN proposal to deploy foreign troops in the country. The latest rejection was voiced by communities of Eastern Nile State. In his remarks to the peaceful demonstrators in the state capital, Malakal, Governor Cholton Balog reaffirmed the state's government and its people's allegiance to the President of the Republic in the implementation of the peace agreement without external interference. UN, where you got, where you, مفروض كان إنه يقوم يدينوا الأحداث اللي حصل، لكن هم اللي قاموا باتفاقية وجبروا الناس إنه ينفذوه وجابوا اليوم مشهد بالجيش بتاعه. يا جماعة جوبا ده كان فيها اثنين رئيس وفيها اثنين كمان انتيف وفيها اثنين تيبا بالساف وفيها جيوش وفيها بوليس. يعني دولة كان مقسم وده كان إرادة بتاع الناس اللي جابوا السلام ده إنه ينفذوا زي ده. فلو ما لوموا ما بدينوا الأحداث ومشي جاب العكسي إنه يجيبوا قوات ويعملوا آمن باقو ويعملوا الإنصاف على ناس معينين، نحن بنقول لا. فباسم بتاعكم بنقول بلا كبير شيء مؤسف. أنا في شرق النيل ومجلسكم المنتخبة بنزف عليكم كل التهاني وتفكيركم اللي انتم عملتوا ده، والورقه ده علينا هناخده وهنناقشه، هنخصص له جلسه خاصه من نوابكم نواب الشعب انه مش هنقول راي فيه. نرفض التدخل الاجنبي في بلادنا باي كيفيه وباي مبررات هم يرونه. احنا بنشكركم شكرا جزيلا. Ani la nyati, di aja dera kan ya mo si kabam kara